فحلم التوثيق ده كان عندي من زمان، بس طبعا عشان ارجع اعمل السلسله دي تاني او افكر فيها بشكل يليق بقى بالوقت اللي احنا فيه ده، خد مني مجهود كبير جدا، مش في التحضير بس، لا، في فكره انا هحكيها ازاي او هقول ايه او الناس هتتقبل ده ولا لا. يعني فكره ان انا بعمل حاجه، انا من الناس المؤمنه اني مش بعمل حاجه لنفسي. في ناس كتير تقول لك اعمل الحاجه وارميها للبحر، لا، ده انا بشوف ان ده غلط. انا لما بكتب كتاب، انا بكتبه عشان في حد يستمتع بيه ويقرأه، ينتقدني، يعجبه ما يعجبوش، دي مرحلة تانية. لكن الحاجة او المنتج، يعني كل دي منتجات، كل دي صناعة، ايا كان بقى، صناعة السينما، صناعة الاغاني، صناعة الادب، كل دي صناعة بيمولها الربح. فلو انا بعمل حاجة لنفسي هحطها في الدرج، مش هزعج بيها حد، لكن انا بعمل السلسلة عشان توصل للناس، عشان توصل لكم، عشان لما اتفرج عليها تتفاعل معاها. انا بالنسبة لي الاصل في الموضوع ان الناس تتفاعل مع الحدث اللي انا بحكيه. ان لما مثلا احكي عن موقف حصل في فيلم معين او في سنة معينة او حد عمل حاجة ملفتة، الناس لما تسمعها تفكر فيها.